السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على برنامج المرحلة الأولى من مباريات كأس العالم 2026. مرحبا بكم عشاق كرة القدم حول العالم. تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية هي الأكبر في تاريخ المونديال، بمشاركة 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، حيث يخوض كل منتخب 3 مباريات في الدور الأول من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية. خلال المرحلة الأولى سنكون على موعد مع عشرات المواجهات المثيرة التي تجمع بين أقوى المنتخبات العالمية والطامحين لصناعة المفاجأة. ستشهد الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية صدامات نارية بين أبطال العالم السابقين والمنتخبات الصاعدة التي تحلم بكتابة التاريخ. المنتخبات الكبرى مثل البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا والبرتغال ستدخل المنافسة تحت ضغط تحقيق الانتصارات منذ البداية، بينما تسعى المنتخبات العربية والإفريقية والآسيوية إلى إثبات قدرتها على منافسة الكبار وخطف بطاقات التأهل. وستكون كل مباراة في غاية الأهمية، لأن نظام البطولة الجديد يسمح بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يجعل حظوظ التأهل قائمة حتى اللحظات الأخيرة من دور المجموعات. الجماهير ستكون على موعد مع أهداف رائعة ومفاجآت مدوية ونجوم يسعون للتألق على أكبر مسرح كروي في العالم، كما ستشكل مباريات الجولة الثالثة في كل مجموعة لحظات حاسمة قد تغير مصير العديد من المنتخبات في سباق التأهل. 72 مباراة كاملة ستلعب في الدور الأول لتحديد المنتخبات 32 التي ستواصل المشوار نحو حلم التتويج بكأس العالم 2026 فيفا وورلد كاب 2026. من سيفرض نفسه منذ البداية، ومن سيكون الحصان الأسود للبطولة، ومن سيودع المنافسة مبكرا رغم التوقعات الكبيرة. كل الإجابات سنكتشفها مع انطلاق مباريات المرحلة الأولى من كأس العالم 2026، البطولة التي تعد بأن تكون واحدة من أفضل النسخ في تاريخ كرة القدم. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد.